مطبخ روت الهرم مريوطية. بص هو صغير بس حلو خالص كده ومحندق وجميل. هنا كانت الغسالة، كانت نوع حزنوسي للعرايس اللي بتسأل. وهنا الآلية الهوائية، طقم التوابل. طبعا مش في رخامة زي انتوا شايفين كده، الرخامة يعني حتة صغيرة فحطت لها اللي هيلزمها بس، زي طقم السيليكون وطقم السكاكين الدوار وطقم مجات، يعني الحاجات اللي هتستخدمها. والباقي رفعته فوق. هنا الفرن الكهربائي. تحت كده الحلل والطاسات، وتحت كمان صواني الفرن والحلل، وصواني كده اللي هي الفرن الاشكال. بصوا بقى كان حدا هنا بقى مش صغير كده، كان شكله حلو خالص. حطت لها فيها بالازاز. وده هنا الطقم ده كان طقم البولة اللي هو الشوربة البولات. وده هنا طقم اللهم صل على النبي، اللي هو الايس كريم، وكمان الازاز وفوق ازاز. كان شكله حلو خالص وكمان خد حاجات كتيرة بصراحة. هنا ادرج الرفايع بقى حدث ولا حرج، ومش تنسوا العروسه كده تدعوا لها ربنا يسعدها ويتمم لها على الف خير وعقبال اولادكم جميعا. بصوا حتى ده الخزين ما سيبناهوش في حاله، حطينا برده في الحاجات، لان زي ما انتم شايفين المطبخ ضيق والحاجات كتيره حاجه العروسه. وهنا كان البوتاجاز العرايس اللي بتسالني، كان نوع زانوسي. وهنا كمان الغساله كانت كامله اللي هي زانوسي برضو. هنجينا بقى للضلفه دي، فيها صواني البايركس والبراد الاستانلس، وفوق كمان وقوالب الكب كيك وبقية طقم المليمين وترمس شاي. وهنا بقى صفية الاطباق. ده هنا كان المليمين، وحطت لها ازاز كده للاستخدام. طبعا كل الانواع الصغير والكبير، قهوة وشاي وعصير. وهنيجي كمان للضلفة دي. هنا طقم الحلل الاستانلس وكمان التوابل الدوار. وهنا بقى خزين المطبخ زي القهوة والشاي والبن والخل. الضلفة دي كمان فيها العجان وبقية الادوات الكهربائية. وفوق هنا كان في طقم حلل، طبعا عشان المطبخ صغير مش واخد حاجة. وزي ما انتوا شايفين بقى، ومش تنسوا اللايك والمتابعة عشان يوصلكوا كل جديد، وعقبال اولادكم جميعا.